إحنا دايمًا كده بنمسك في رَد الفعل، ما بنشوفش بقى إيه اللي خلّى البني آدم يوصل للدرجة دي من النرفزة. النهارده انتشر فيديو للفنان محمد صبحي وهو متعصب جدًا وبيزعق للسواق بتاعه وبيقول له: "هات المفتاح." السواق ما كانش واقف جنب العربية والمفروض إن هو كان في تكريم جوّه وخرج لقى ناس كتير جدًا من الصحفيين وكلّهم فاتحين الموبايلات في وشه، والدنيا كانت زحمة عليه جدًا. بعدين كان عمّال يقول لهم: "خلّصتوا تصوير سيبوني بقى." وبرضه مش سايبينه. لقيت هجوم بقى على محمد صبحي إنه إزاي يزعق للسواق بالشكل ده والسواق صعبان علينا أوي. لأ أنا مش صعبان عليَّ بصراحة، ده راجل كبير في السن والناس الكبيرة لمّا بتكبر في السن بيبقى خُلقهم ضيّق جدًا، المفروض إن إحنا نلتمس ليهم العذر. ده كمان محمد صبحي من كام أسبوع بس كنا بنتمنى ليه الشفا لإنه كان في العناية المركزة، الراجل أصلًا عيان ومش مستحمل زحمة حواليه. إحنا أصلًا الناس الصغيرة لمّا بنتواجد في حتة فيها زحمة خلاص بنتخنق مش بنكون قادرين ناخد نفسنا. كمان ما فيش مصداقية بالنسبة للناس اللي بتتداول الموضوع ده، كاتبة لك فوق إن محمد صبحي قال له تعالَ جري بقى ورايا، وهو ما قالش كده أصلًا. أنا شُفت الفيديوهات كلها، فأنا مش شايفة داعي خالص للهجوم على محمد صبحي وإن هو فعلًا كان عنده حق في رد فعله.